ازيكم يا اجمل شباب وبنات في الدنيا. بيبدأ فيلمنا بمجموعة من الشباب المتطوعين لشركة كبيرة جدا للأدوية اسمها بلاك وود. شركة كل سنة بتستكشف أدوية جديدة، ولكن طبعا ده بيتم من خلال استخدامها لمتطوعين بيتم تجربة جرعات الدواء عليهم، وطبعا ده بمقابل مادي مش ببلاش يعني، ومليون واحد يحب يشترك مادام الموضوع فيه فلوس. وهنا دكتور بيرك المشرفة بتعرفهم قواعد الشركة، وان الجرعة بتبدأ من 25 ملي واقصى حاجة 85، يعني مفيش اي خطورة على حياتكم. وبيجي شاب اسمه راي بيسأل لو ينفع نخرج ونغير جو كده ونرجع تاني، ولكن كان من ضمن القواعد انهم هيفضلوا في المقر لحد انتهاء التجربة. طبعا معظم المتطوعين بيتضايقوا جدا، ولكن بيقولوا نفسهم اهو 5 ايام وناخد الفلوس ونمشي، وبالفعل بياخدوا اول جرعة ليهم. بعد كده بيبدأ يتعامل لهم الفحوصات على المخ عشان يعرفوا تأثير الدواء عامل ازاي، وبيسألهم لو حاسين بأي أعراض زي الدوخة أو الصداع أو ألم في المعدة كده يعني. وبيعدي شوية وبتيجي بنت اسمها كلير بتحس بتعب شديد جدا في معدتها، ومش هي وبس وكل المتطوعين. وبتقابل شاب اسمه أمير، بيتعرفوا على بعض وبنعرف إن أمير أصلا دكتور ناجح جدا، وحلمه إنه يكون من ضمن فريق الشركة لأنها أكبر شركة للأدوية، وعشان كده حاول يثبت نفسه ووافق إن هو يدخل معاهم في التجربة. تبدأ كلير تحس بأرق شديد جدا ومش عارفة تنام، وبتقرر تخرج تتمشى، ولكن بتكتشف ان مش هي بس اللي حاسة بأرق انما المتطوعين كلهم ومش عارفين يناموا، وبيبدأ يخافوا ليكون ده اثر العلاج ولا حاجة. وبيعدي اول يوم على خير. في اليوم التاني بيبدأوا ياخدوا على بعض، وخصوصا كلير وأليسون، وبتنجح أليسون انها تطلع كلير من اكتئابها، وبيضحكوا مع بعض. وبتعرف كلير من رسومات أليسون انها معجبة بشاب اسمه بول، وده متطوع زيهم بالظبط وقاعد معاهم، وبتحاول تقربهم من بعض، ولكن بتتوتر أليسون جدا وبتتحرج، فبتقرر كلير انها تسكت عشان ما تحرجهاش اكتر من كده. وفي نفس الوقت بنلاحظ دكتور بيرك بتتكلم مع حد من المسؤولين الكبار، وبتعرفهم ان الدواء سبب التهاب كبير قوي في الدماغ، وبتسأل لو كان الدواء فعلا 25 ملي ولا لا، ولكن بيتوهوا على كلامها وبيأمروها تشوف شغلها وان مفيش خطر ولا حاجة، وبيقفلوا السكة من قبل حتى ما تكمل كلامها. وبالفعل بتيجي ميعاد للجرعة التانية، والمتطوعين بيلاحظوا زيادة كبيرة جدا في الكمية، وبيخافوا في الأول، ولكن بيرك بتطمنهم وبياخدوا الدواء، وبتعرفهم انهم يفضلوا صحيين اكتر وقت ممكن، واللي يحتاج ينام ويحس بتعب يعرفها وهي هتتصرف. وبيبدأوا بالفحوصات، ولكن نكتشف ان كلير عندها فوبيا من اماكن المغلقة، وبتفضل تصوت لحد ما بيخرجوها. وأليسون بتحاول تهديها، وبتنجح لتاني مرة انها تضحكها وتخرجها من حزنها. وبيجي اليوم الثالث من التجربة، وبيلاحظوا ان الكمية بقت الضعف 5 مرات. في بيخاف ياخد الدواء، خصوصا انهم عندهم ارق وحاسين بتعب وارهاق من قلة النوم، ولكن دكتور بيرك بتعرفهم انهم مش مجبورين انهم يكملوا لنهاية التجربة ولا حاجة، وانهم ممكن يمشوا في اي وقت، ولكن في حاجة مهمة، اللي هيكمل التجربة للنهاية ليه مكافأة كبيرة جدا، وهي 30,000 يورو. وطبعا كلهم عشان محتاجين فلوس اكتر من اي حاجة فرحوا جدا وعملوا حفلة كمان، ونسيوا خوفهم من الدواء وتعرضهم للخطر، ما عدا كلير اللي بتكون قلقانة جدا وحاسة ان في خطر على حياتهم. وفي نفس الوقت بنشوف دكتور بيرك بتتكلم مع حد من المسؤولين تاني، وبتعرفوا ان جهاز المناعة عندهم وقف بالكامل، وبتعرفوا ان لازم يوقفوا التجربة حالا، ولكن هو ما بيهتمش لكلامها، بيعرفها تفضل تزود في التجربة في الجرعة لحد ما نشوف هيحصل ايه في النهاية. والمتطوعين قاعدين ولا عارفين ايه فيهم اصلا، وكل همهم هيعملوا ايه بالفلوس اول ما بيخرجوا، وبيتكلموا عن احلامهم وطموحاتهم وناويين يعملوا ايه ويشتروا ايه ويجيبوا ايه. وبتتعب كلير جدا وهي بتتكلم كده، وكانت هتنام، ولكن أليسون بتفوقها في الوقت المناسب، وبتسألها هي ناوية تعمل ايه بالفلوس. بتعرفها كلير انها تجيب بيت صغير ليها تعيش فيه. بترد أليسون بعفوية انها تجيب بيت جنبها والاتنين يعيشوا مع بعض للأبد، ولكن كلير بتحرجها جدا وبتقولها بعد اللي بشوفه منك انا هتبقي ورايا برضو، هو انت مالكيش صحاب ولا ايه؟ ولكن أليسون بتتأثر جدا لان فعلا ما عندهاش صحاب ووحيدة، وبتسيبهم وتمشي. وبتزعل كلير جدا وبتروح وراها. بعد شوية كده بتلاقيها لوحدها ونايمة، ولما بتروح تفوقها وتعتذر ليها بتلاقي الدم بيخرج منها من كل مكان بطريقة مخيفة جدا، والكل بيحاول ينقذها، ولكن بتبدأ كأنها بتتكهرب وفي الآخر بتموت. والرعب بيملأ قلوب المتطوعين، وكلير في صدمة ومش مصدقة ان صاحبتها ماتت، وبتفضل تصوت. واول ما
دكتور بيرك بتشوف اللي حصل بتحاول تهرب قبل ما البوابة تقفل، ولكن البوابة بتقفل عليها وبتموت في ثانية. وبيجي عليهم أمير وبيتصدم من المنظر وبيلاحظ كلير تعبانة ولسه بتقفل في عينيها بيحذرها تفضل صاحية. وبنرجع فلاش باك كده لما شك في دكتورة بيرك وحاول يدخل على المعمل وفعلا بينجح وبيكتشف حقيقة العلاج اللي كانوا بياخدوه، وبيعرفهم ان مهما حصل لازم يفضلوا صاحيين ولو في حد منهم نام هيموت زي ما حصل لأليسون. بيعرفهم انهم لو ناموا هتحصل عملية تنشيط للدماغ وفي الحالة دي كل حاجة هتقف. وبيخافوا جدا وبيحاول أمير يطمنهم انهم ممكن حد ينقذهم لو خرجوا من هنا وطلبوا المساعدة. وبيبدأوا كلهم يلهوا نفسهم عشان محدش يفقد وعيه وينام. وبول بيحاول يسجل كل حاجة بتحصل واللي بيحاول يعمل رياضة علشان يفضل فايق، لكن بيظهر التعب على كلير جدا وبتبدأ تسمع هلوسة كأن شخص بيأمرها عشان تنام. وفي الحالة دي بتصور فيديو لمامتها اللي في المستشفى بتعرفها ان اتضح انها هتموت قبلها وانها قعدت 20 سنة والكبد بتاعها اتدمر، ولكن هي قعدت 4 أيام بس وعقلها كله اتدمر. وبتعتذر على انها ما كانتش بترد على مكالمتها، ولكن في الاخر بتقرر تمسح الفيديو. وبتبدأ الخناقات ما بينهم والهلوسة بتزداد اكتر واكتر. وبتبدأ كلير تحس ان في باب خروج بيظهر ليها، ولكن بيظهر متطوع ويفوقها ويلحقها في الوقت المناسب. وبتسأله انه ازاي عايش عادي كده ومش ظاهر عليه تعب زيه. بيعرفها ان ممكن عشان مش خايف، ويبدأ يحكي لها عن حياته وانه واجه حاجات صعبة كتير جدا في حياته. وبيبدأ يسمع تردد صوته وبيمشي يشوف الصوت جاي منين لحد ما بيشوف اخيرا باب للخروج بيتفتح قدام عينيه، وللأسف بيخرج منه ونعرف انه فقد الوعي ومات. والرعب ازداد اكتر. وامير بيعرفهم ان ما عادش غير 15 ساعة والباب يتفتح وان احنا هنقدر وهنكمل، ولكن التعب بيزداد لدرجة ان كلير قررت انها تحرق ايدها عشان الألم يخليها فايقة. وبتخرج وبتعرفهم ان لازم نتصرف يا اما كلهم هيموتوا هنا. وبتبدأ ترسم مخارج ومداخل المكان وبيحاول يكتشفوا الاماكن السرية للخروج. وبيقرروا يهدوا حيطة، ولكن امير بيرفض الفكرة لانه شايف ان مفيش مخارج وان ده هيضيع طاقتهم، ولكن مفيش حد بيسمع له. وبيبدأوا بالهدم ولكن للأسف مش بيلاقوا مخرج وبيفقدوا الشغف جدا. ولكن كلير بتعرفهم انهم لسه في البداية ولو وصل بيهم انهم يهدوا المعمل كله هيعملوا كده. ولكن كله بيشك في امير انه ازاي عارف ان مفيش حاجة ورا الحيطة وبيتهموه انه عارف كل حاجة من الاول. ولكن كلير عكسهم وبتروح لامير وبتعرفه انهم محتاجين مساعدة وهو بيعتذر ليها انه السبب. وبيديها ورقة فيها اعتراف عن نفسه، وبدأ يحكي لها انه لما كان بينسخ معلومات من الكمبيوتر المعمل عشان يعرف الحقيقة قفل البوابة غصب عنه، وهم دلوقتي مش عارفين يخرجوا بسببه ولسه هينام. بتبدأ كلير تقنعه انه دكتور شاطر وهيقدر يساعدهم، وبتفكروا بحلمه انه نفسه يكون من ضمن شركة بلاكود ويثبت نفسه فيها. بيحاول يقتنع ويفكر معاها، ولكن فجأة الكهرباء بتقطع وبيتفرقوا على اساس يلاقوا مكان الكهرباء ويقدروا يرجعوها تاني. ولكن كلير بتقابل بول وبتبدأ تسمع في هلاوس واصوات ناس بتنادي عليها واصوات تقنعها تنام، وهي بتحاول ما تسمعش وبتنادي على بول وبتقدر تلاقي مفاتيح الكهرباء وبتشغلها. وبتشوف بول وكان هيفقد الوعي ولكن بتقدر تساعده ويفوق، ولكن بيلاحظوا غياب امير. واول ما بيدخل بيشكوا فيه انه اختفى اول ما الكهرباء فصلت، وبيتهموه انه واخد فيتامينات لانه لقوا العلب فاضيه معاه، رغم انه حذرهم بانهم ما ياخدوش من الحبوب دي لانها هتسبب في موتهم. ولكن هو بيحاول يقنعهم انه يتخلص منهم علشان محدش يضعف وياخد منها، ولكن محدش بيصدق وبيدخل راي وبيضربه وبيكتفه لحد ما يعرف حقيقته. وبيقولوا ليه انه يعترف انه شغال تبع الشركه، ولكن امير بيعرفه انه مش كده وانه زيهم هنا. وكلير بتحاول تعرفهم ان كده احنا هنقتل في بعض وبتبقى بتهدي فيهم، ولكن محدش مقتنع وبيفكروا في قتله لو ما اعترفش بالحقيقه. ولسه راي هيروح يعزل فيه عشان يعترف. بتحاول كلير توقفه وبتعرفه ان امير عارف علاج وممكن يخرجهم من اللي هما فيه. وبيحاول امير يعرفهم انه مش علاج ولكن تجربه ممكن تنجح وتساعدهم شويه وتديهم شويه وقت لحد ما يخرجوا. وكله بيخاف ياخد منه حاجه عشان ممكن يكون بيخطط لقتلهم، ولكن كلير بتعرفهم انها واثقه فيه وان هي اللي هتبدا وتاخد الجرعه. وبتعرفهم ان هما كده كده خسرانين ومش هيخسروا حاجه اكتر من كده. وبيبدا امير يعرفهم على الجرعه وازاي يعملوها. وبنلاقي راي بيتكلم مع فانيسا وبتعرفه انها شافته وهو بيعطل الكهرباء وما يحاولش يكذب عليها. بيعرفها انه عمل كده عشان يتاكد ان امير زيهم ولا لا، واذا كان بياخد علاج من ورانا ولا لا، ولانه متاكد ان هو ضده. بتبدا فانيسا توريله انبوبه
انبوبة كده فيها مسكن، والمفروض ان هما يحقنوا الانبوبة دي في حقنة وهيدوها لامير، وبكده هيعرفوا هو زيهم ولا لا. واول ما بتدخل وبتقرب من امير بيتصدم ان فانيسا واقعة وهي اصلا قدام، فبترجع فانيسا تلاقي نفسها ميتة على الارض وبتشوف نهايتها قدام عينيها، ولسه هيجيبوا الجرعة عشان يمكن تنجح عليها، ولكن بتقع من بول من الرعب ومحدش بيقدر ياخدها. وامير بيضحك ويبان انه بدأ يبقى مش طبيعي ويهلوس، بتسيبهم كلير وبتمشي وبترجع الهلوسة تاني، واصوات تنادى عليها وكأنها بتنام، والباب يظهر تاني، ولكن لاخر لحظة تقدر تنقذ نفسها وترجع تعمل فيديو لمامتها تاني، وهي بتغيب عن الوعي كده لحظة كأن في صوت في الحيطة، وبتلاحظ ان ورا الحيطة زي مخرج، وبترجع جري عشان تبلغ صحابها، وبتعرف امير انه يستحمل وما يستسلمش، وانهم هيخرجوا انهم اول ما هيلاقوا المخرج ده هترجع له تاني وتنقذه. وبتروح هي وبول علشان يشوفوا المخرج، وفعلا بيلاقوا اوضة تشريح سرية وفيها باب مجهول، وامير بدأ يهلوس وتظهر ليه جثة دكتور بيرك، بتعرفه انه ينام احسن لانه صحابه هيسيبوه هنا ومحدش هينقذه. وهو بيحاول يخرجها من دماغه وبيقنع نفسه ان هي هلوسة، وبول بيحاول يقنع كلير انها تسيب الباقي ويخرجوا هما الاتنين لان مفيش وقت، ولكن هي رفضت واصرت ان هي تنقذه. وامير بيحاول يفك نفسه كده، بيدخل عليه راي بعد ما عرف حقيقة ان هو السبب في قفل البوابة لما قرأ ورقة اعتراف، وبيحاول يقتله، ولكن امير بيعرف يفك نفسه في الوقت المناسب، وبيسمع هلاوس بتعرفه انه يقتل كل الموجودين علشان هو يعيش، وبيبدأ في قتل راي وبيقدر يخلص عليه. وبتخاف كلير وبول جدا من اول ما شافوه، وبيحاولوا يهدوه، ولكن هو بيعرفهم ان هو هيقتلهم، وبدأ يجري وراهم عشان يتخلص منهم، والاتنين بيهربوا منه وبيجروا، ولكن بول بيغدر بكلير وقفل الباب من خوفه وسابها مع امير، ولسه هيخلص عليها السكينة بتتسحب منه بسبب مغناطيس في الأوضة وبتقدر تهرب منه. وبول وهو بيخرج كده وبيسجل انه الناجي الوحيد من التجربة، بيكتشف انه دخل المكان اللي بيحرقوا فيه الجثث، وانه مش مخرج ولا حاجة، وبيتحرق بطريقة وحشية جدا وهو صاحي. وبيجي الوقت وخلاص هينتهي ومعادش غير دقيقة واحدة، وبتحاول تهرب من امير اللي اتسرع. بيلاحظ امير الباب وهو بيتفتح، واخيرا بتظهر مساعدين ليه، وبيخرج وهو مش مصدق وبيحسب ان هو بيهلوس، ولكن كان حقيقة. وفجأة بنسمع صوت نار، وبنعرف ان المساعدين ضربوا امير بالنار وقتلوه، ونعرف ان هم مش عايزين حد ناجي من التجربة دي عشان سمعتهم. وبتشوفوا كلير وبتشوف الباب وبتخاف لا يقتلوها، فبتعمل نفسها مقتولة زيهم وبتنام زيهم، وبياخدوها فعلا على اساس انها ميتة. وبتقدر تخرج ليهم من العربية وهم بيتخضوا جدا، والعربية بتعمل حادثة، وبتقدر تخرج منها اخيرا للشمس وماشية على الارض، ولكن بتفقد الوعي. ونعرف ان في حد اخدها المستشفى، وفضلت في غيبوبة مدة كبيرة لحد ما اخيرا فتحت عينها، وبتبقى هي كده الناجية الوحيدة من تجربة شركة بلاكوود العالمية، وكأنها ناوية على انتقام شديد. وبينتهي فيلمنا على كده. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتشجعوني عشان يوصلكوا باقي الفيديوهات. كانت معاكم رميساء من قناة افلام روما، بحبكم جدا.